بيبدأ المسلسل مع بروفيتا اللي بنعرف إنه بيملك كازينو للقمار وبيديره مع عيلته في مدينة صغيرة في البرازيل، وبرغم من إنه شاب نجح في شغله وقدر يضاعف مكاسب العيلة من الكازينو لما بدأ يديره، إلا إنه طموح جدا وطموح واصل إنه عايز ينقل شغله من مدينة ريو دي جانيرو اللي فيها عائلات كتير بتسيطر على المجال ده. وبنشوف بروفيتا وداخل الكازينو بتاعه وبيتابع الشغل بكل تفاصيله حتى الشغل في المطبخ، وبيوصل وبيقابل والده نيليو واخواته نيلينهو وسكريتو، وبعد السلام عليكم بيعرفهم إنه جايب لهم عملية جديدة وقرر يسرق آلات القمار اللي هيستوردها جيرسيون وكيل المراهنات اللي بيدير عيلة شغل جيرا أكبر عيلة في مجال القمار. وبيستغرب سكليتو لما بيعرف إن أخوه عايز يغير مجال شغله ويتجه للسرقة، فبيفهمه بروفيتا إنه عايز يسرق الآلات عشان يورط جيرسون في مشكلة مع عيلة جيرا، ولو ده حصل هيوافق جيرسون إنه يشاركوا في الشغل. وبيأكد لهم إن أوضاع جيرسون مع عيلة جيرا مش في أحسن حال لأن بقاله فترة ما بيكسبش كويس من الشغل، ولو اتورط في مشكلة جديدة وثقتهم فيه اتهزت هيبقى محتاج لشريك. فبيحذروا والده من إنه يحاول يلعب مع عيلة جيرا لأن خطته دي لو فشلت العواقب هتبقى سيئة. فبيفهموا بروفيتا إنه عارف خط سير الشاحنة اللي هتنقل الآلات ومستحيل حد يشك فيهم لأنهم عمرهم ما سرقوا. فبيسخر منه سكليتو لأن عنده طموح يبقى عنده مكان في ريو مع إنه عمره حتى ما شاف جيرسون ولا يقدر يكسب اهتمامه. وقتها بروفيتا بيقول لوالده على الخطة اللي في دماغه وإنه هيروح يحضر فرح عند عيلة جيرا، ولما الأب بيرفض بيفكروا بروفيتا إنه طول حياته بيحلم يزور ريو ويقعد مع كبار المجال، وعشان يكسبوا لازم يدخلوا اللعبة بنفسهم. فبيوافق والده بس بيشترط عليه إنه ما يرجعش من غير ما يكسب ولازم إخواته يبقوا معاه، وبيفهموا إنه لو اتسبب في مشاكل لازم يحلها بنفسه إلا يتبرأ منها. وبيبدأ بروفيتا في تنفيذ خطته لسرقة الشاحنة وكل حاجة بتمشي تمام لحد ما بيسمع صوت نيلينهو وهو بيتخانق مع سكليتو وبيطلب منه ما يتخلصش من الواد الصغير. ولما بيقرب منهم بروفيتا بيكتشف ان في ولد صغير شاف كل اللي حصل وبيبقى سكليتو خايف ان ده يسبب لهم مشكله وعشان كده عايز يخلص عليه. فبيفهموا بروفيتا ان دي خطته وهو اللي بيديهم الاوامر، وبيقرب من الولد وبيهدده انه ينسى كل اللي شافه لمصلحته وعيلته وبيسمح له يمشي. فبيتضايق سكليتو لان اخوه مش بيحب يستخدم العنف وبيأكد له ان المجرم مش مفروض يبقى متردد. والتاني يوم بيوصل بروفيتا مع اخوه لمدينه ريو عشان يحضر فرح بوفالو اشهر مصارع على سوزانا البنت الكبيرة لعيلة جيرا اللي قررت انها تتجوزه عشان توصله لمنصب كبير العيلة بدل والدها. واول ما بينزل بروفيتا من عربيته بيشوف ميرنا البنت التانية لعيلة جيرا وبيظهر انه اعجب بيها من اول نظرة وهي كمان بتبادله نفس الشعور. وبعدها بتدخل ميرنا لغرفة اختها سوزانا عشان تساعدها في انها تجهز للفرح. فبتقولها سوزانا انا كنت بتمنى ان بابا هو اللي يقدمني لعريسي، بس ميرنا بتبقى شايفة ان والدهم ما كانش المفروض يخرج من البيت اصلا بسبب ظروفه الصحية لان كل الناس بيتفرجوا عليه. اما بالنسبة لسوزانا فبنعرف انها عايزة يدي الخاتم بتاعه لبوفالو قدام كل الناس عشان الناس تعرف انه بقى كبير العيلة. فبتتضايق ميرنا وبتفكرها ان والدهم طول عمره بيحلم يسلم تجارته لشخص من اختياره مش لبوفالو وهو في الحالة الصحية دي. وعلى الناحية التانية بيبقى بوفالو بيتكلم مع المساعد بتاعه وبيفهمه انه متضايق من وجود جيرسون لانه لحد دلوقتي ما قدرش يحل مشكلة الشاحنة اللي اتسرقت. وفي اللحظة دي بيقرب منه بروفيتا وبيحاول يتعرف عليه وبيقوله انا سعيد جدا لان شخص قوي زيه هينضم لمجلس العائلات اللي بتدير تجارة القمار. بس بوفالو بيتجاهل كلامه بيعامله كانه شخص نكرة، ولكن بروفيتا بذكائه بيفكره باقوى مباراة خاضها ضد المنافس بتاعه وقدر يفوز فيها بالجائزة الكبرى. فبيلتفت بوفالو ليه وبيبقى سعيد لانه بروفيتا شاف الماتش. وقتها بروفيتا بيسلم عليه وبيعرفه على نفسه وبيقولوا ان عيلته بتملك تقريبا كل نوادي القمار في مدينتهم. فبيسخر منه بوفالو لان المدينة كلها ما فيهاش غير 10 آلات قمار. وبعد شوية بيروح بوفالو عشان يقابل جيرسون اللي بيبلغه انهم لقيوا الشاحنة بس كانت فاضية والسواق اختفى. وفي اللحظة دي بينفعل بوفالو وبيأمره يلاقي حل للمشكلة دي قبل اجتماع مع المجلس. وعلى الناحية التانية بيتفاجئ بروفيتا لما بيشوف بالصدفة ليلي صديقة والدتهم، بس نيلينهو بيحذروا وبيفكروا ان ليلي زوجة واحد من اخطر رجال الاعمال اللي بيستثمروا في القمار وسمع من والده ان لما حد بيحاول يقرب منها بيخلص عليه. فبيطلب منه بروفيتا يسيبه وهو يتكلم معاها لو خايف ومصدق كلام والده. وبيظهر ان ليلي شافت بروفيتا ولكن في اللحظة دي بيقرب منها جاليج وزوجها وبيطلب منها تروح معاه عشان ترحب برجل اعمال اجنبي. وبتروح ليلي مع جاليج عشان ترحب بالمستثمر الفرنسي لوران اللي بيحاول يفتح كازينو قمار قانوني في ريو. ولما بيعرفوا جاليج انهم هياخدوا منه 10% من قيمة الاستثمار عشان يوافقوا يجيبوا له التصاريح بيتصدم لوران وبيرفض. فبيديله جاليج مهلة اسبوع عشان يفكر وبيفهمه ان القوانين في ريو هم اللي بيكتبوها وهم اللي بيطبقوها. وبعد شوية بتنزل سوزانا للحفلة وبتقرب من والدها وبتاخد منه الخاتم بتاعه وبتحطه في ايد بوفالو عشان تعلن لكل الحضور ان بوفالو زوجها هو اللي بقى مسؤول عن تجارة عيلتها. وبيظهر ان والدها مش مستوعب حاجة بسبب مرضه واختها ميرنا مش راضية عن اللي بيحصل وكل الحضور مستغربين من تصرفها. وبتبدأ رقصة سوزانا وبوفالو وبتلاحظ سوزانا انه متوتر فبيعرفها بوفالو ان شحنة آلات القمار اتسرقت، بس سوزانا بتطمنه ان الآلات دي لها ارقام متسلسلة
ولو حد استخدمها أكيد هيعرفوا، وبتقترح عليه إنه يبلغ المجلس بالخبر قبل ما هما يكتشفوا الكارثة دي. وبعدها بيحاول بروفيتا يقرب من جيرسون ويتكلم معاه، وبيعرفوا إنه والده دايما بيحكي له عنه، وبيقول إنه كان دراع جورج جيرا اليمين. فبيتحسر جيرسون على الماضي لأن دلوقتي المخابرات بقت قانونية وشوية رجال أعمال عايزين يسيطروا على السوق، وبيبقى شايف إن كل ما الأموال بتزيد المشاكل بتزيد. فبيعرفوا بروفيتا إن والده سلمه الشغل بتاعه عشان كده، مع إنه لسه بصحته بس عايز يستمتع بحياته بعيد عن المشاكل، وبيتمنى إنه ينقل تجارتهم لرايو. وبيدخل بافالو لاجتماع مجلس الإدارة وبيبلغهم إن شحنة الآلات اتسرقت، ولما بتظهر عليهم الصدمة بيوعدهم إنه لو ما قدرش يرجع الآلات هيدفع لهم ثمنها. فبيفهموا جالجو إن الحرامي اللي سرقه شايفه ضعيف وده أسوأ من السرقة. ولما بيتوتر بافالو بيقول لهم إن محدش يعرف إن الآلات ملك المجلس، بيطلب منه جالجو إنه على الأقل يوصل للمسؤول عن السرقة ويعاقبه عشان سمعة جورجي وسمعتهم وعشان يقدر يكسب مكانة بينهم. ولما بيخرج بافالو بيبقى متضايق جدا وبيروح لجيرسون وبيحاول يضربه لأنه سبب في إن يوم فرحه وتتويجه يبوظ. وفي اللحظة دي بيتدخل بروفيتا وبيفهمه إنه مش لازم يعمل كده عشان يومه ما يبصش لأن كل الناس شايفاه. فبيقتنع بافالو بكلامه وبيقرر يسيب جيرسون اللي بيبقى حزين لأنه بقى راجل عجوز ومش هيستحمل كل ده. لكن بروفيتا بيواسيه وبيقوله أنت خبير مش عجوز. فبيشكره جيرسون على موقفه وبيعرض علينا لو احتاج لأي حاجة يجيله. وبعد شوية بتقرب ليلي من بروفيتا، ولما بتلاحظ إنه بيراقب ميرنا بتأكد له إن ذوق حلو. فبيعرفها بروفيتا على نفسه وبيظهر إن ليلي عرفته من أول ما شافته لأنها كانت صديقة مقربة من والدته، وبتديله الكارت بتاعها وبتطلب منه يتواصل معاها. وفي يوم جديد بيروح بروفيتا لكازينو جيرسون وبيعرف إنه جاي عشان يعرض عليه إنه يستثمر معه ويبقى شريكه، بس جيرسون بيشك فيه لأنه جايله في أكتر وقت صعب بيمر عليه. فبيفهمه بروفيتا إنه المفروض يشكره وبيسيبه وبيمشي، لكن جيرسون بينادي عليه وبيطلب منه يجيب الفلوس اللي معاه ويبقى يجي يقابله. والصبح بيروح بروفيتا وبيقابل ليلي واللي بتبقى عارفة إنه شاب طموح وقدر يطور تجارة عيلته. ولما بيبلغ بروفيتا إنه قرر يستثمر في رايو وبيطلب منها تسلفه مبلغ وبيوعدها إنه هيرجعه في أقرب وقت لما يجيب فلوسه من المدينة اللي فيها والده، بتأكد له ليلي إنها هتوفر له المبلغ عشان ذكرى والدته، بس بتطلب منه يقول لها هو ناوي يستثمر مع مين. فبيعرفها بروفيتا إنه هيشارك جيرسون. فتسأله ليلي لو شراكته ليها علاقة بآلات القمار، فبيأكد لها بروفيتا إن الشراكة بعيد عن الموضوع ده. فبتصدمه ليه إن الآلات ملك المجلس كله مش ملك بوفالو لوحده، وبتأكد له إنهم هيوصلوا للسارق وهيخلصوا عليه. وبعدها بيروح بروفيتا وبيقابل جيرسون وبيوريله المبلغ اللي معاه وبيعرفوا إنه عايز يبقى شريكه لأن عنده أفكار تخليهم يضاعفوا المكسب 3 مرات. ولما بيسألوا جيرسون هو هيعمل كده إزاي، بيبدأ بروفيتا يشرح له خطته لتطوير الكازينوهات اللي بيديرها، وبيرجع جيرسون يسأله مرة تانية إيه السبب اللي هيخليني أثق في شاب زيك ما عندوش خبرة. فبيقترح عليه بروفيتا ما يثقش فيه غير لما ياخد فلوسه ويبدأوا في تنفيذ الخطة ومكسبه ما يزيدش يعلى. وعشان كده بيقتنع جيرسون بالعرض بتاعه وبيطلب منه يجيب مشروب ويسيب فلوسه جوه. فبيقوم بروفيتا وبيبعت رساله لوالده عشان يطمنوا ان الصفقه تمت. وفي اللحظه دي بيوصل رجاله بوفالو وبيبقوا فاكرين ان بروفيتا زبون عادي فبيطردوه من المكان. فبياخد بروفيتا الشنطه وبيهرب. وبيوصل بوفالو اللي بيبقى متعصب جدا، فبيترجى جيرسون انه ما يستخدمش العنف ويديله مهله يوم كمان وهو يحل الموضوع. بس بوفالو بيفقد اعصابه وبيضربه لحد ما بيخلص عليه. ولما بيشوف الورقه اللي كتبها بروفيتا بيسال الراجل اللي بيشتغل في الكازينو مين اللي كان مع جيرسون، فبيأكد له الراجل انه ما يعرفش حاجه عنه غير انه اسمه بروفيتا. فبيأمر بوفالو ورجالته انهم يدوروا عليه. وبيوصل رجالة بوفالو لبروفيتا واخوه وبيخطفوهم، وبيحاول بوفالو يضغط عليه ويهدده عشان يعترف ان هو اللي سرق الآلات. فبيأكد له بروفيتا ان الورقة دي خطة عمل وانه كان بيقابل جيرسون عشان يقنعه يدير له الكازينوهات لانه عارف ان مكاسبهم قلت جدا. وبيبدأ يغري بوفالو وبيعرفوا ان الآلات اصلا مش مربحة، وبيوعدوا انه لو ساب له إدارة الكازينوهات هيضاعف له المكسب في خلال 6 شهور. فبيقتنع بوفالو بكلامه وبيديله مهلة 3 شهور وبيستلم بروفيتا منصب جيرسون. وبعدها بيتفاجئ إن في مجموعة من مديرين الكازينوهات بيزوروه وبيسألهم مالكو ابن أخوه جيرسون هو إزاي يعتبر نفسه المسؤول عنهم مع إنهم بيعرفش عنه حاجة. بس بروفيتا بيفهمه إنه هيشتغل وكيل مراهنات زيهم ويبقى مسؤول عن تحديث الكازينوهات عشان الربح يزيد، ولو الأرباح زادت كلهم هيستفيدوا. فبيسألوا واحد من وكلاء المراهنات إزاي هيستفيدوا من التحديث ده، فبيفهموا بروفيتا إنهم ببساطة لما أرباحهم هتزيد حسيتهم هتزيد. فبينفعل مالكو لأن شاب عديم الخبرة زيه بياخد مكان عمه وبيقرر ينسحب. وبيبدأ بروفيتا يحكي لهم إن جورج جيرا كان في عمره لما بقى مدير أعمال حماه، وبيأكد لهم إنه بيقدروا جدا وبيقدر جيرسون وبوفالو، وبيطلب منهم إن لو حد ليه نفس رأيه مالكو ويمشي وراه. وبعدها بيروح بروفيتا عشان يقابل ليلي اللي بتعرض عليه إنها تساعده يبقى في المجلس مقابل إن ولاءه يبقى ليها. بس بروفيتا بيقلق لأن زوجها لو اكتشف اتفاقهم هيخلص عليهم هما الاتنين. فبتعرفوا ليلي إن زوجها بيراعي مصالحه الشخصية بس
ولو هو انضم للمجلس هيقدر يسيطر على 300 كازينو وهي هتقدر تنقل شغلها لفرنسا. فبيسألها بروفيتا هو المفروض يبدأ ازاي، وبتبقى ليلي شايفة انه فعلا بدأ لما كان في الفرح، وبتبدأ تقنعه يستغل علاقته بميرنا لأن هي كمان بتستغله عشان تحافظ على مكانها في المجلس. وبالليل بيقرر بروفيتا يقابل ميرنا وبيعرفها ان دلوقتي بقى ماسك مكان جيرسون، وبيبقى مستغرب انها لسه مش عارفه. فبتتضايق ميرنا لان بوفالو مش بيبلغها باي حاجه. ولما بيقترح عليها بروفيتا انه يفتح صاله قمار جديده يستغل فيها الناس العواجيز اللي ما بيعرفوش يلعبوا قمار اونلاين، ويسمح لهم يراهنوا بفلوس كاش، وبيأكد لها انه في كل الاحوال هيكسب. بتفهموا ميرنا ان الطريقه دي هتخلي الضرايب تاخد بالها منه، وبتعرض عليه تعرفه على شخص بيعمل حسابات وهميه لمواقع المراهنه وهيقدر من خلاله ياخد بطاقات ائتمان ويشتغل بعيد عن الانظار. ولما بيعرض عليها بروفيتا انها تبقى شريكته بتفهمه انها اصلا من ملاك شركه والدها وزوج اختها، قصد يبعد عن تجارتهم. وتاني يوم بنشوف بروفيتا وهو بيقابل ارمله جيرسون وبنته تامرس، وبيعرفوا انه هيديلهم حصه من ارباح المواقع. فبتتضايق تامرس وبتفكره ان والدها كان بيملك كل حاجه، بس بروفيتا بيفهمها انه كل حاجه ملكه لجيرا، وبيعرفها انها من فلوس الارباح تقدر تتعلم وتدخل الجامعه. فبتنفعل تامرس وبتاكد له انها مش عايزه تتعلم. ولما بتخرج بتعرف والدتها ان جيرسون كان عليه ديون كتير لانه كان بيخلي الناس تلعب من غير فلوس، حتى ابن اخوه ملكه مديونه ب40,000 ورفض يرجعهم. وبالليل بنشوف بوفالو خارج من ملعب كرة طايرة، وفجأة بيظهر شابين على موتوسيكل وبيهددوا بسلاح وبيسرقوا منه كل متعلقاته وبما فيهم خاتم جورجي. ولما بيرجع بوفالو البيت وبيحكي لسوزانا اللي حصل بتتضايق جدا، فبيوعدها انه يعمل نسخة طبق الاصل من الخاتم. وعلى الناحية التانية بيظهر ان الشابين اللي سرقوا بوفالو هما بروفيتا واخوه، وبيتخلص بروفيتا من رقم الموتوسيكل وبيطلب من اخوه يرجعه للمكان اللي اخدوه منه. وفي الوقت ده بيبلغوا نينينهو ان والده ما يحضر افتتاح الصاله الجديده، واكيد هيتضايق لما يعرف انها بفلوس ليلي وشريكها الاجنبي. فبيأكد له بروفيتا انه لما يشوف الارباح هينسى كل حاجه. والصبح بيقدم بروفيتا الخاتم لميرنا، فبتتهمه ميرنا بالجنون لانه سرق خاتم والدها، وبتقرر ترجعه لسوزانا. لكن بروفيتا بيأكد لها انه عمل كده عشان يكسب ثقتها، وبيطلب منها ما تعرفش سوزانا لانهم ممكن ينهوا حياته. وبيقترح عليها انها تقبل تتعاون معاه عشان يدخل المجلس معاها، وبيوعدها انه مش هيفرض عليها سلطته. بس ميرنا بتبقى شايفه انها مش محتاجه راجل يساعدها لانها تفتح كازينو خاص بيها. فبيأكد لها بروفيتا ان زوج اختها مش هيسمح لها تفتح كازينو، لكن ميرنا بتفهمه ان سوزانا هي صاحبه القرار. وبتروح ميرنا لبيت سوزانا وبتعرض عليها انها تفتح كازينو خاص بيها، بس سوزانا بترفض وبتقول لها انها لو عندها وقت فراغ ممكن تراعي والدهم معاها. فبتتهمها ميرنا انها ما بتعملش حاجه في حياتها غير انها بتراعي والدهم. وفي الوقت ده بينفعل بوفالو وبيبقى شايف انها بتهين زوجته وبيقرر يطردها، وبيأكد لها انه طالما رفض انها تفتح كازينو يبقى مش مسموح لها تعمل كده. فبتفكروا ميرنا ان كل اللي هو فيه ده ملك والدها. وبعدها بنشوف بروفيتا في افتتاح الصالة الجديدة، وبيظهر عليه القلق لما بيكلم ميرنا أكتر من مرة وما بتردش عليه، وبيبقى قلقان إنها تبقى بلغت عنه. وبيزيد قلقه لما بيعرفوا نينينهو إن الشرطة تحت بتسأل عليه. فبينزل بروفيتا وبيكتشف إن الشرطي عايزه يدفع رشوة أكبر من اللي اتفقوا عليها عشان يسيبه يشتغل. وبيطلع بروفيتا سطنة ومتوتر، فبينصح والده إنه يدفع للشرطة اللي هم عايزينه عشان يعرف يشتغل. وبينزل بروفيتا مرة تانية للشرطي، فبيعرفوا الشرطي إن ميرنا خلاص دفعت لهم كل اللي طلبوه. وفي آخر الليلة بتوصل ميرنا للصالة وبتعرض على بروفيتا ان محدش يعرف بعلاقتهم ويشتغلوا مع بعض ضد بوفالو. فبيسألها بروفيتا عن شكل علاقتهم، فبتفهموا ميرنا انهم هيبقوا شركاء النص بالنص. وبيخرج بروفيتا عشان يوصل ميرنا لعربيتها، وبيظهر ان تامرس بتراقب اللي بيحصل. وفجأة بتشوف مالك وهو بيقرب منه عشان يخلص عليه، فبتنادي عليه وبتحذره، وبيقدر بروفيتا يسيطر على مالكو وبيوصل نينينو في الوقت المناسب وبيقضي عليه. وبيقرب من تامرس وبياخد منها المسدس بتاعها، فبتعرفوا تامرس ان هي اللي انقذت حياه اخوه وحذرته. فبيسالها عن نينينهو المسدس ده بتاع مين، بتقوله بتاع والدي، ولو كنت اعرف انك هتاخده مني كنت سبت مالكو يخلص على اخوك. فبيفاجئها نينينهو انهم هيكافئوها ويخلوها تشتغل معاهم. وبعدها بيقرب بروفيتا من جثه مالكو وبيسد جنبه سلسله بوفالو عشان يثبت ان هو اللي سرقه. وهو بيوصل واحد من رجاله بوفالو وبيديله السلسله، وبيعرفوا ان الأهم مع مالكو بس الخاتم ما كانش معاه. ولما بيعرف بوفالو ان نينينهو هو اللي اتخلص من مالكو عشان يحمي اخوه بيحاول يداري فشله، وبيأكد للمساعد بتاعه ان نينينهو كان بينفذ اوامره. وبعدها بيقدر بروفيتا بمساعده ميرنا ينفذ عمليه سطو على عربيه بتنقل فلوس تخص بوفالو، وبيسجل فيديو لرجالته هما بيستسلموا وبياخد منهم الفلوس وبيهرب. وبعدها بتروح ميرنا لبيت بروفيتا وبتقترح عليه انهم يخترقوا آلات القمار بتاعت بوفالو ويخليها تدي الناس ارباح عاليه عشان مكسبها هو يقل. فبيفهمها بروفيتا انها فكره مجنونه، بس عشان يأذوا بوفالو فعلا لازم يخترقوا عدد كبير من الآلات. وبيقرر بروفيتا يسافر مع ميرنا لمدينته عشان يجيب الفلاشات اللي هيخترقوا بيها آلات القمار. وبعد ما بيستلمهم بياخدها لبيته القديم وبيبدأ يحكي لها عن اخواته، وبيعرفها ان نيلين واخوه الكبير قوي جدا زي الصخره ودايما بيساندوا، وسكليته اخوه الوسطاني بيبقى متعمد يخرب كل حاجه وبيعملها.
وبيعترف لها إنه هون بالتبني، وبيعرض عليها إنها تتجوزه عشان يوصلوا مع بعض للمجلس. فبتأكد له ميرنا إنها مش محتاجة لراجل عشان توصل للمجلس. وفجأة بيوصل لبروفيتا رسالة فيها صورة مخازن جورجي، فبتستغرب ميرنا وبتسأله وازاي قدر يصور مخازن والدها. فبيعرفها ان نيلينهو قدر يخترق المخازن لان الالات موجوده هناك. وتاني يوم بيتسلل بروفيتا مع نيلينهو للمخازن وبيبدل الفلاشات اللي فيها عشان يقدروا يخترقوها. ولما بيسمعوا صوت رجاله بوفالو بيهربوا بسرعه. وبمرور الوقت خطتهم بتنجح وبيحصل عطل في الالات وبتدي كل اللي بيستخدمها الجائزه الكبرى. ولما بيوصل الخبر لبوفالو بيتعصب جدا وبيبقى متاكد ان في حد بيتلاعب بيه. فبتحاول سوزانا تهديه وبتفهمه ان مدربه والمساعد بتاعه خبرته في الجرايم ما تقلش عن خبرته في الفنون القتاليه. وهنا بيتاكد بوفالو ان اللي بيخونه شخص مقرب منه. فبتقترح عليه سوزانا انه يقرب كل رجالته منه اكتر عشان يقدر يكتشف مين الخان اللي بينهم. وبيقرر بوفالو يعمل حفله في بيته ويجمع فيها كل اللي بيشتغلوا معاه. وبيبقى بينهم بروفيتا اللي بيقرر بوفالو يعرفه على زوجته وبيقول انه شاب جديد بس قدر يكسبهم فلوس كتير. وبعدها بيقرب بروفيتا من ميرنا وبيبقى مستغرب انه بوفالو عامل حفله في الوقت اللي بيحصل فيه في كل الاتجاهات. فبتطلب منه ميرنا انه يبقى حذر. ولما بتلاحظ ان سوزانا بتراقبها بتنسحب بسرعه. وبعد شويه بتقرر سوزانا تراجع فيديوهات فرحها وبتكتشف ان ميرنا على علاقه ببروفيتا. ولما بيوصل بوفالو بتبلغه باللي وصلت له، لكن بوفالو بيقول لها اختك ليها علاقات كتير، ايه الغريب في كده؟ فبتفهمه سوزانا ان الغريب هو انهم بيحاولوا يتظاهروا انهم ما بيعرفوش بعض. وبتصدموا ان ميرنا كانت عارفه الوقت اللي اتحركت فيه عربيه الفلوس اللي اتسرقت. فبيأكد لها بوفالو ان بروفيتا مالهاش علاقه باللي بيحصل لان هو كمان خسر بسبب الالات اللي عطلت وبيظهر انه واثق فيه جدا. وبعدها بنفهم ان بوفالو قرر يتخلص من مدربه برغم حبه ليه لانه شك في انه بيخونه. وبنشوف الشرطي ايمرسون وهو بيتخلص من مدرب. وبعدها بتتصل سوزانا بيه وبتطلب منه يجيب لها كل المعلومات اللي يقدر يوصلها عن بروفيتا. والصبح بيروح نيليو عشان يقابل ليلي وبيسألها هي عايزه ايه من بروفيتا. فبتأكد له ليلي انها بتحاول تحميه لانها عارفه انه يحاول يكبر بيها او من غيرها. وبتعرض عليه انه ياخد فلوس مقابل انه يسكت، لكن نيليو بيبقى شايف ان مفيش مبلغ ممكن يكفي الخطر اللي هتتعرض له لو جالجو عرف ان بروفيتا ابنها. وفي يوم جديد بيروح بروفيتا مع ليلي عشان يقابل لوران اللي بيبقى سمع عن عمليه الاحتيال اللي عملها على بوفالو واعجب بيه لانه بيستخدم عقله قبل عضلاته. وبيقترح عليه انه يشتغل معاه لصالح المافيا الفرنسيه وبيفهمه انه دفع فلوس لنائب في البرلمان عشان يخلي الحكومه تناقش الاستثمارات الاجنبيه في القمار القانوني فري. وبيطلب منه يوصل النائب شنطه فيها 10 مليون في خلال اسبوعين. وبتحس ليلي بالقلق فبيفهمها لوران انه اختار بروفيتا لانه مش عايز حد غريب يتدخل في شغلهم. فبيوافق بروفيتا على عرضه من غير ما يفكر. ولما بيخرج بروفيتا بتبدا ليلى تلومه لانه كان المفروض يتكلم معاها قبل ما يوافق. فبيفهمها بروفيتا انهم مش هيقدروا يرفضوا طلب للمافيا الفرنسيه. وفي الوقت ده بيوصل لبروفيتا مكالمه من نيليو فبتفكروا نيلي انهم اتفقوا ان شغلهم بيفضل في السر ومحدش يعرف حتى عائلتهم. فبيأكدها بروفيتا انه ملتزم باتفاقه وما عرفش حد غير اخوه ونيلينهو. وفي الوقت ده بتوصل عربيات الشرطه عشان يقبضوا على لوران. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف جالجو مع اصحابه بيتابع الاخبار. ولما بيعرف ان لوران اتقبض عليه بتهمه التحرش بالاطفال بيبدا يحتفل وبيشكر الشرطي اللي ساعده. وبنعرف ان جالجو هو اللي ورا القبض على لوران لانه رفض يدفع له الرشوه. وفي كل ده ما كانش يعرف انه بيتعاون مع ليلي ضده. وفي الوقت ده بتوصل ليلي وبتتصدم بالتهمه اللي لفقوها لوران. ولما بيخرج وراها كزافير اخو جالجو بتبدا تلومه على الخطه اللي اتخلصوا بيها من لوران. فبيطلب منها كزافير انها توفر الكلام ده لابنها سانتياغو لانه اختلس مبلغ كبير من الشركه بدون علمهم. فبتترجنه ما يبلغش جالجو وبتوعده انها تحل الموضوع. وبتروح ليلي عشان تتكلم مع سانتياغو اللي بيعرفها انه اخذ المبلغ عشان يستثمر بيه في العملات الرقميه. فبتنفعل ليلي وبتطلب منه يرجع الفلوس لان والده لو عرف هيعتبره خاين. فبيطلب منها سانتياغو وتديله فرصه لان مكسبه هيبقى اضعاف المبلغ. لكن ليلي بتأمره انه يرجع الفلوس وينسحب من الاستثمار باي طريقه لانها مجرد عمليه احتيال. فبيودع سانتياغو انه يحاول يتكلم مع سكيليتو عشان يرجع له المبلغ. وفي اللحظه دي بتظهر الصدمه على ليلي بس بتقرر تخبي على ابنها انها تعرف سكيليتو. وبتروح ليلي عشان تقابل بروفيتا اللي بيبقى شايف انهم في ورطه كبيره بعد القبض على لوران. بس ليلي بتفهمه انها جايله في مشكله اكبر لان اخوه سكيليتو بينصب على ابنها وبتنصحه يرجع الفلوس ويوقف اللي بيعمله اخوه باي طريقه قبل ما جالجو يعرف. وهنا بتظهر الصدمه على بروفيتا لما بيحس انها بتهدده بعيلته. فبتفهمه ليلي انه مش مفروض يثق في اي حد حتى عيلته وبتطلب منه يرجعهم للمدينه اللي جابهم منها. بس بروفيتا بيقولها انا هنفذ اتفاقي معاكي بس ده مش هيمنعني اهتم بعيلتي. وبيرجع بروفيتا وبيحاول يقنع سكيليتو انه يرجع الفلوس. فبينفعل سكيليتو وبيفهمه انه بيحاول يعمل زيه ويحقق ارباح. وفي الوقت ده بتتصل تامرس وبتعرفه ان سانتياغو وصل للكازينو. وبيخرج سكيليتو عشان يقابل سانتياغو وبيحاول يقنعه انه يرجع له الفلوس بعد اسبوع عشان تبقى حققت ارباح. فبيهددوا سانتياغو بالمسدس وبيأمره يرجع له الفلوس في خلال يومين.
وبالليل بنشوف بروفيتا وبيستعد عشان ينقل فلوس لوران لنائب البرلمان بعد ما بيبقى لوران خرج من السجن ورجع للعبة. وفي الوقت ده بيوصل واحد من أصدقاء سكيليتو وبيبلغ بروفيتا إنهم لو ما رجعوش كل الفلوس اللي أخدها من الناس هيحصل لهم مشكلة كبيرة. وبعد لحظات بيتصل سكيليتو ببروفيتا وبيعرفوا إن في عربية ماشية وراه، وبيبقى خايف جدا وحاسس إنه خلاص هينتهي. وفعلا بينزل مسلحين بالعربية وبيقولوا لسكيليتو المهلة اللي ادالك سنتيجو خلاص انتهت، وبيقرروا فجأة ينسحبوا ويسيبوه. وبنرجع لبروفيتا اللي بيبقى عارف إن أخوه في خطر ولازم يدبر الفلوس في أقرب وقت. وفي اللحظة دي بيجيله اتصال من لوران وبيبدأ يلومه لأنه ما كانش بيرد عليه، وبيفهمه إنه طالما بيشتغل معاه وعنده في بيته 10 مليون من فلوسه لازم يرد عليه حتى لو ميت. فبيوعده بروفيتا إن ده مش هيتكرر، بس لوران بيبلغه إن عملية تسليم الفلوس هتتأجل يومين لأن النائب بيواجه مشاكل أمنية، وبيأمره يحتفظ بالفلوس عنده. وبينهي بروفيتا المكالمة وبيبلغ نيلين إنه هيسدد بالفلوس دي دين أخوهم وهيحاولوا يرجعوها في خلال يومين. فبيأكدوا نيلين إن ده فكرة خطيرة جدا ومجنونة، بس بروفيتا بيعرفوا إنه مش هيسيب أخوه يتأذي. وبعد شوية بتوصل ميرنا لبيت بروفيتا وهي متعصبة لأنه مش بيرد على مكالماتها مع إنهم اتفقوا يشتغلوا مع بعض. فبيفهمها بروفيتا إن عنده مشاكل عائلية، فبتقول المشاكل العائلية اللي عنده أكبر. فبيعترف لها إنه أخد مبلغ كبير جدا من راجل خطير عشان يسدد دين أخوه، ولو ما رجعش الفلوس في خلال يومين حياته هتبقى في خطر. فبتتعاطف ميرنا معاه وبتأكد له إنها لو تقدر تساعده كانت ساعدته، بس بروفيتا بيأكد لها إنه مش بيقولها عشان تساعده لأنه عارف إن دي مشكلته ولازم يحلها. وبيصرحها إنه يحاول يجمع المبلغ ولو ما قدرش هيطلبه من بوفالو. فبتأكد له ميرنا إنه لو عمل كده بوفالو مستحيل يساعده، وبتقترح عليه إنها تديله عنوان البيت الآمن الجديد اللي اشتريته أختها، وأكيد يبقى فيه مبلغ يقدر يسدد بيه ديونه. وبرغم المخاطرة الكبيرة اللي في الموضوع إلا إن بروفيتا بيوافق على اقتراحها لأنه ما عندوش حل تاني. والصبح بيبدأ بروفيتا في مراقبة بيت عيلة جيرا الجديد، وبيشوف أندرسون وهو داخل وبيشك إن معاه شحنة فلوس. وبعدها بيجيله مكالمة من نيلي وبتنصحه يلتزم بميعاد تسليم الفلوس عشان ما يتسببش في ورطة لنفسه وليها. وفي الليل بيبقى بروفيتا لسه بيراقب البيت وبيظهر إن نيلي هو شاكك في الموضوع لأن البيت ما فيش حواليه أمن أو أي كاميرات مراقبة. فبيفهموا بروفيتا إنهم عاملين كده عشان ما يلفتش الانتباه، وبيسألوا لو هيختار بين إنه يقطع علاقته بليلي عشان يواجه المافيا الفرنسية لوحده ولا يخسر ميرنا يختار إيه. فبيعرفوا إنه هيختار يعيش. وفي الوقت ده بيفهم بروفيتا إن أخوه خايف وبيعرفوا إنه يدخل لوحده، لكن نيلين هو بيأكد له إنه مستحيل يسيبه. وعلى الناحية التانية بيظهر واحد من رجالة بوفالو مستنيهم جوه البيت بسلاح، وبنعرف إن سوزانا عاملة لهم كمين بسبب شكاف ميرنا. وبيدخل بروفيتا مع نيلين هو وفجأة بيظهر رجالة بوفالو وبيهاجموهم ولكنهم بيقدروا يهربوا. وفي آخر لحظة بيقدر واحد منهم يسيب بروفيتا، وبعدها بيتصل ببوفالو وبيبلغوا إنهم ما قدروش يشوفوا الحرامية لأنهم كانوا مقنعين، بس قدروا يسيبوا واحد منهم وغالبا مش هيعيش بعد الإصابة دي. فبيتصل بوفالو بإمرسون وبيطلب منه يجيب له اسم أي حد هيدخل مستشفى بسبب إصابة بالرصاص. وفي نفس الوقت بيوصل بروفيتا المستشفى وهو في حالة خطيرة جدا. وبعدها بيوصل لبوفالو رسالة من إمرسون فيها استمارة دخول بروفيتا المستشفى، وبتقرر ميرنا تروح المستشفى وهناك بتقابل نيلينو اللي بيعرفها انه بروفيتا في غرفة العمليات لانه نزف كتير. فبتنصح ميرنا انه يأمن حراسة لبروفيتا لانها بتبقى متأكدة ان رجالة بوفالو مش هيسيبوه. وبيظهر ان رجالة بوفالو بيستعدوا عشان يدخلوا المستشفى، ولما بتوصل الشرطة بيقرروا ينسحبوا. وفي الوقت ده بيبقى بروفيتا نبض وقف، وبعد لحظات بيقدر الأطباء يعملوا له إنعاش القلب وبيرجع النبض مرة تانية. وتاني يوم بيتصل لوران بليلي وبيهددها إنه لو ما وصلوش رد من بروفيتا خلال يوم هيخلص عليه. ولما بتتصفح ليلي الأخبار بتكتشف إنه بروفيتا تعرض لإصابة خطيرة. وبنرجع للماضي وبنعرف إن ليلي كان بينها وبين جالجو مشاكل كتير، وفي الوقت ده اتقربت من المساعد بتاعه جوزيه وبقت حامل منه. وبمرور الوقت قررت تهرب معاه لأنها كانت خايفة إن جالجو لما يعرف يخلص عليهم. وبعد فترة اتولد بروفيتا وكانت عايشة حياة سعيدة، لكن فجأة قدر إكزافير يوصلها وخلص على جوزيه. ولما فكر يخلص من ابنها اترجت ويسيبه يعيش لأنه ملوش ذنب. ووقتها إكزافير قرر يديها مهلة يوم واحد عشان تودي الولد ده الرعاية وترجع مع الجالجو، وهددها انها لو في المستقبل افتكرت ان ليها ابنها يتخلص منها. وبنرجع للواقع وفجأة بينادي جالجو على ليلي وبيعرفها انه يروح يقابل ميرنا لانها كلمته وقالت له ان في حاجه كبيره حصلت. وبعدها بنشوف ميرنا وهي بتقابل اعضاء المجلس وبتقرر تقلب الترابيزه على بوفالو وبتعرفهم انه مش عايزه تشتغل، وكمان حاول يخلص على بروفيتا لما عرف انها بتحبه لأن أختها وزوجها خافوا إنها تطالب بحقها في ميراث العيلة. بس جالجو بيفهمها إنها لازم يبقى معاها إثبات على كلامها. فبتسأله ميرنا إيه اللي هيخلي بوفالو يحاول يخلص على بروفيتا بعد ما كان بيقول عليه إنه شاب شاطر وضاعف أرباحه. وبتقرر تزود الاتهامات وبتفهمهم إن سوزانا لما عرفت إنها ناوية تتجوز بروفيتا غضبت جدا لأن في حد أشطر من زوجها ينضم للعيلة، وبتطلب منهم يحلوا الشرطة تشوف شغلها وتحنوا بروفيتا لأنها ما بقتش بتثق في بوفالو. وبعد شوية بيسترد بروفيتا وعيه، فبيبلغوا نيلين هو إن ميرنا كانت في المستشفى وقالت إنها تتكلم عن المجلس، بس بروفيتا بيقول إنه مش عايز حد يحلله مشاكله.
وبيوصل بوفالو كمان مجلس، ولما بيواجهوا جاليجو بيتهم ميرنا ليه بانه حاول يتخلص من خطيبها بيتوتر بوفالو وبيعرفهم انه بروفيتا كان بيحاول يسرق بيته الجديد، وسرق هو وميرنا الخاتم بتاعه وفلوس كتيره منه. وفي اللحظه دي بيسحر منه جاليجو لانه مخبي عنهم كل ده، وبيقرر يطرده من الاجتماع وبيأمره ما يرجعش غير لما هم يطلبوه. وبتوصل ميرنا المستشفى عشان تطمن على بروفيتا وبتقوله انا جايبه لك خبر غريب، احنا خلاص بقينا مخطوبين. وبتفهمه ان دي الطريقه الوحيده اللي هتقنع المجلس ان بوفالو حاول يتخلص منه واللي صاب له كمان لانه هدد مكانته، وبتطلب منه انه يتعافى بسرعه ويخرج من المستشفى عشان يكملوا خطتهم. وعلى الناحيه الثانيه بيظهر لوران فجاه لليلي وبيبدا يهددها ان بروفيتا لو ما رجعش الفلوس هيتخلص منها، فبتاكد له ليلي ان بروفيتا مصاب وغالبا الفلوس اتسرقت. وفي اللحظه دي بيغضب لوران وبيفهمها ان الدين دلوقتي بقى مطلوب منها يتسد، وبتقرر ليلي تروح تزور بروفيتا في المستشفى وبتلومه لانه خبى عنها انه سدد ديون اخوه بالفلوس وحاول يسرق بيت بوفالو عشان يرجعهم وفشل. فبيعرفها بروفيتا انه يحل مشاكله بنفسه وبيطلب منها تديله مهله، فبتقوله ليلي انها ترجع الفلوس للوران عشانها مش عشانه. وبالليل بيقرر رجاله بافالو يدخلوا المستشفى في زي اطباء عشان يتخلصوا من بروفيتا، فبتشوفهم ميرنا وبتتصل بنيلينهم اللي بيقولها انا اضطريت اخطر بروفيتا لانه حاول يخرج من المستشفى بالقوه، فبتطلب منه ميرنا ينقله من غرفته فورا. وبيحاول نيرينهو يهرب بروفيتا بعربيه الاسعاف، فبيكتشف رجاله بافالو محاولته وبيبداوا يهاجموهم، لكن سكيليتو بيقدر يخلص عليهم في الوقت المناسب وبيقرب من بروفيتا وبيعرفوا انهم انقذوه وبيأكد له انه بيحبه. وبيروح بروفيتا عشان يقابل جاليجو اللي بيسأله الاصابه اللي في كتفك دي حصلت ازاي، فبيعرفوا بروفيتا ان بافالو حاول يتخلص منه بس جاليجو بيبقى شايف انه عمل كده لانه خانه، وبيفهموا ان في قوانينهم الخيانه اسوأ من القتل، وبيقولوا ان المجلس مش بيتدخل في الشؤون العائليه، وفي نظرهم بوفالو زوج سوزانا بنت جورجي وهو ملوش صفه. فبيأكد له بروفيتا انه بيتابعهم من سنين وعارف هو ازاي بنى الامبراطوريه بتاعته، وشايف ان بوفالو مختلف عن باقي اعضاء المجلس لانه عصبي ومتهور وغلطاته كتير، عكسه هو لانه بيشتغل من وقت ما كان عنده 15 سنه وعمره ما كان طفل مدلل ومش هيطالب بمنصب بوفالو. فبيعرفوا جاليجو ان بوفالو عنده جيش وهو حتى مش معاه تمن خاتم الزواج اللي هيقدمه لميرنا، فبيقولوا بروفيتا انا عندي الصفات اللي خلتك تبني الامبراطوريه بتاعتك، العزم وقوه الاراده والذكاء. وبعدها بتكتشف ليلي محادثات بين لوران وبوفالو بيتفقوا فيها انهم يتخلصوا من بروفيتا، فبتقرر تحط لوران حبوب منومه في المشروب بتاعه عشان تتخلص منه وتحمي ابنها. وعلى الناحيه التانيه بيبقى بروفيتا بيستعد لزواجه من ميرنا وبيحاول يتصل بيها لكنها مش بترد، وبيظهر ان ميرنا متردده ومش عارفه تاخد قرار. ولما بيقرر بروفيتا يمشي من المحكمه بتوصل ميرنا، فبيأكد لها بروفيتا انه ما كانش متخيل انها تيجي، فبتقول له ميرنا انا كمان ما كنتش متخيله ان هاجي. وبيدخلوا المحكمه وبيتم مراسم الزواج، وبعدها بيجمع بروفيتا وميرنا رجالتهم ومساعدينهم وبيبلغوهم انهم الفتره الجايه هيواجهوا حرب ضد بوفالو ولازم يبقوا مستعدين يواجهوا الهجمات اللي هيتعرضوا لها. وبيقولوا بروفيتا اللي خايف يقدر ينسحب بس اللي هيكمل معانا ليه مكافاه كبيره. وفي نفس الوقت بيبقى بوفالو جامع رجالته وبيأمرهم انهم يخلصوا على اي حد يقابلهم من رجاله بروفيتا ويحموا مواقعهم والآلات اللي فيها. والصبح بتروح ميرنا مع بروفيتا لبيت من بيوت عيلتها، فبيقابلها الحارس وبيبلغها ان سوزانا امرتهم ما يدخلش حد غيرها هي وزوجها، فبتقرر ميرنا تسيطر على البيت بالقوه وبيظهر انها عامله حسابها وجايبه معاها رجاله مسلحين. وتاني يوم بنشوف جالي جوه بيقرا خبر غرق لوران في الجرايد وبيظهر انه شمتان، بس اكزافير بيبقى مستغرب لانه عارف ان لوران سباح ماهر، وبيقولوا جان شريكه ممكن يبقى اتخلص منه لما عرف انه ضيع الفلوس اللي بعتوها له. وفي الوقت ده بتوصل ليلي فبيديها جالوجو الجريده عشان تقرا الخبر وبيطلب من اكزافير يقول لهم اخر اخبار قالت جيرا. فبيعرفهم اكزافير ان بوفالو حاول يهاجم الصاله بتاعت بروفيتا بس زي العاده بروفيتا كان مستعد ورجالته قدروا يصدوا الهجوم. وفي الوقت ده بيزيد اعجاب جالوجو ببروفيتا وبذكائه، فبيعرفوا اكزافير ان بروفيتا قدر يهاجم كازينو ملك بوفالو ودمر له 6 آلات قمار، وبرغم كده الحرب لسه في بدايتها. وبعدها بيتصدم بروفيتا لما بوفالو بيفجر له الكازينو بتاع عيلته، ولما بيروح عشان يشوف الكازينو بيقابلوا صديقه وبيعرفوا انهم هيحتاجوا آلات قمار جديده لان الآلات كلها اتدمرت، وبيقولوا ان سكليتو يعرف حد ممكن يبيع لهم الآلات بنص الثمن لان ارقامها المتسلسله مش موجوده. فبيفهم بروفيتا ان سكليتو خدعه وباع الآلات اللي سرقها من بوفالو وما فككهاش زي ما اتفق معاه. وبيروح بروفيتا عشان يواسي والده اللي بيبقى حزين جدا ان الكازينو اتدمر لانه بيملكه من قبل ما هو يتولد حتى، وبيبدا والده يلومه وبيتهمه ان هو السبب في انهم يبقوا ضحايا للحرب اللي بينه وبين بوفالو. فبيأكد له بروفيتا انه يتحمل المسؤوليه كامله، وبيقرر يصارحوا ان سكليتو باع آلات القمار بتاعه المجلس بدل ما يتخلص منها، ولو حد كشفهم ممكن كلهم حياتهم تنتهي. فبيفهموا والده ان سومبرا استهدف سكليتو هو السبب وبينصحوا يتخلص منه. وبيروح بروفيتا عشان يقابل ليلي، فبتوصله مكالمه من نيرنا وبتطلب منه يحضر معاه مهرجان السامبا اللي بتعمله عيلتها كل سنه. فبينفعل بروفيتا وبيقولها انه بيواجه مشاكل كتير مع اهله وبينهي المكالمه، وبيبدا يتكلم مع ليلي وبيلومها لانها اتخلصت من لورن وبيعرفها ان المافيا مش هينسوا الفلوس، فبتنصحه ليلي يركز في جوازه. فبيقولها بروفيتا
ميرنا بنت مدللة ومش عارفة تسيطر على تصرفاتها، فبتطلب منه ليلي يهدى وبتفهمه ان المهرجان جزء من الشغل. وبعد شوية بنشوف سوزانا وهي بتحضر المهرجان وبتبقى متعمدة تظهر مع بوفالو على المسرح عشان تثبت لأفراد عيلتها انه كبير العيلة الجديد، وبتبقى متأكدة ان ميرنا مش هتيجي، بس بتتفاجئ لان ميرنا بتيجي بتشوفها داخلة المهرجان، فبتروح تتكلم معاها وبتفهمها ميرنا انها مش لوحدها المسيطرة على العيلة لان هي كمان اتجوزت. وفي اللحظة دي بتفقد سوزانا أعصابها وبتعتدي عليها، فبتقرر ميرنا تستعين بابن عمها عشان يطلعوا هما كمان على المسرح. فبيزيد الخلاف وبيحاول رجالة بوفالو يمنعوهم، وبيفقد بوفالو أعصابه وبيضرب شاب من قرايب ميرنا وبيتسبب له في إصابة خطيرة. وعلى الناحية التانية بيبقى بروفيتا بيقابل سومبرا وبيضغط عليه لحد ما بيعترف ان هو فعلا صاحب فكرة بيع الآلات، وبيوعده انه هيرجع الفلوس كلها. فبيوعده بروفيتا انه مش عايز الفلوس بس مش هينفع يخليه يشتغل معاهم مرة تانية، وبيأكد له انه هيسيبه عايش مع انه المفروض يتخلص منه. وعشان يعاقبه بيجبره ينزل من العربية وبتتحرك، وبيظهر ان رجاله بوفالو بيراقبوهم وبيشوفوا اللي حصل، فبيقرروا يخطفوا سومبرا وبيوصلوه لمقر بوفالو اللي بيبدا يضغط عليه عشان يعرفوا طريقه يتخلص بيها من بروفيتا. فبيقرر سومبرا يكمل خطه الخيانه، وبيقول لبوفالو انه عايز يتخلص من بروفيتا لازم الاول يتخلص من نيلينهو اخوه لانه يعتبر الحارس الشخصي بتاعه، ومن غيره هيبقى بالنسبه لهم سيده سهله. وبيوعده انه هيساعدهم بس بشرط يشتغل معاه ويبقى مدير اعماله. فبيوافق على اقتراحه وبيأمر رجالته انهم يهاجموا كل الكازينوهات اللي بيملكها بروفيتا. وبعدها بيقدر نيلينهو يقبض على واحد من رجاله بوفالو وبيبدا يضغط عليه ويعذبه لحد ما بيعترف له بخطه سومبرا عشان يخلصوا عليه. وبيرجع نيلينهو وبيحكي لبروفيتا كل اللي عرفه، وبيظهر ان بروفيتا رافض انهم يخلصوا على سومبرا لانه متربي معاهم وبيعتبره واحد من عيلتهم. ولما بيوصل سومبرا وبيكتشف بروفيتا انه مسلح وكان جايب معاه رجاله بوفالو عشان يتخلصوا منه ومن نيلينهو، بينسى كل مبادئه وبيقرر يخلص عليه لانه خانهم. ولما بيعرف سكليتو خبر موت سومبرا بينهار، وبيفكر بروفيتا ان هو الدخيل على عائلتهم لانه متبنيه ومحدش يعرف اصله. وفي الوقت ده بيبقى نيلي وبيقابل ليلي وبيقول لها ان حياته باظت من بعد ظهورها هي وابنها، وبيأكد لها ان تربيه 3 ولاد كانت صعبه عليه بعد وفاه صديقتها. بس ليلي بتبقى عارفه انه مستحيل يقول لجاليجو لانه ما عندوش الجرأه الكافيه. ولما بيهددها نيلي انه هيقول الحقيقه لبروفيتا بتقرر تدي فلوس مقابل سكوته. ولما بيخرجوا مع بعض بيظهر ان في حد بيراقبهم. وعلى الناحيه التانيه بيبقى بروفيتا بيفكر في طريقه يرد بيها البوفالو الضربه اللي وجهها له بتفجير الكازينو بتاع والده. وبيعرف من سواق آلة جيرا اللي بتعتبر ميرنا واختهم والدهم التاني ان بوفالو محتفظ باسلحه في الصاله الرياضيه بتاعته. وبيقرر بروفيتا يتسلل للصاله الرياضيه بتاعت بوفالو وبيسرق كل الأسلحة اللي فيها وبيحرقها. وفي نفس الوقت بتقدم ميرنا ضده شكوى لأنه تسبب في إصابة قريبها في مهرجان السامبا وبيتم اعتقاله. ولما بتزيد الحرب بين بوفالو وبروفيتا بيقرر جاليجو أعضاء المجلس يعملوا اجتماع بينهم وبيأمرهم يتفقوا على هدنة ويوقفوا التصرفات الطايشة اللي بيعملوها. وفي الوقت ده بتدخل ليلي وبتبلغهم بخبر وفاة جورجي، وبيتجمع كل زعماء المافيا في جنازة جورجي، وبيظهر ان ميرنا وسوزانا موافقين على هدنة. وفي الوقت ده بيوصل اتصال لبروفيتا وبتبلغه تامرس ان نيلينهو اتعرض لحادثة وهتنقله للمستشفى. وبيظهر ان رجالة بوفالو بيهددوها عشان تقول كده. ولما بتعرف ميرنا الخبر بتطلب من السواق يوصل بروفيتا للمستشفى، لكن فجأة بيفتكر بروفيتا ان تامرس ما بتعرفش تسوق ومستحيل تبقى بتنقل نيلينهو للمستشفى، وبيفهم ان دي خدعة بتتدبر له. وفي اللحظة دي بيوصل السواق للعربية وبتنفجر فيه. وبالليل بيظهر ان ميرنا حزينه جدا على موت السواق، فبيأكدها بروفيتا ان سوزانا وبوفالو كانوا بيوصلوا لهم رساله بتفجير العربيه وهو كان المقصود. لكن ميرنا بتبقى شايفه ان اختها مستحيل كانت تعرف باللي حصل، فبيفهمها بروفيتا انها لازم تنسى اختها. بس ميرنا بتقول انا مش عايزه اخسر حد تاني من عيلتي بعد ابويا. فبيقترح عليها بروفيتا انهم يعملوا اتفاق مع سوزانا ضد بوفالو لانه في كل الاحوال المجلس هيتخلص منه بعد ما كلهم اتاكدوا انه كان السبب في التفجير. وبيفهمها انها لو قبلت الاتفاق هيقسموا اداره الاعمال بينهم بالتساوي. وبعدها بنشوف ميرنا وهي بتقابل سوزانا وبتعرض عليها الفكره، وبيظهر ان سوزانا مش موافقه وشايفه انها ما ينفعش تخون جوزها. بس ميرنا بتاكد لها انها ما عندهاش خيارات لانها عارفه ان المجلس هيتخلص من بوفالو. فبتقرر سوزانا تزور بروفيتا في البيت وبتعرض عليه تاخد 50% من الاداره. فبيصمم بروفيتا على نسبه 33 وبيبدا يشرح لها الخطه اللي هي بنفسها هتساعده فيها عشان يتخلص من بوفالو. وبيديها مسدس وبيطلب منها تدخل بيه الحفله اللي هينفذوا فيها الخطه وتسلموا له هناك. وبتبدا الحفله وبيقرر بروفيتا يبعت صورته مع ميرنا لسوزانا عشان يبلغها انهم وصلوا. فبتتواصل سوزانا مع بوفالو وبنفهم انها اتفقت معاه انه يتخلص من اختها وزوجها. ولما بتنهي معاه المكالمه بيظهر نيلينهو وبيهاجمه. وبعدها بنشوف ميرنا وهي بتقول لبروفيتا انها شافت فيديوهات لسوزانا في موقع الجريمه، وبتبقى شايفه ان اختها يا اما تستحق الاوسكار على التمثيل اللي عملته او تبقى فعلا ما كانتش بتخطط لخيانه زوجها. وبيحاول بروفيتا يقنعها ان غدر سوزانا هيزيد بعد موت بوفالو وهتتحول لأفعى هتلدغها في اقرب وقت. فبتحذره ميرنا من انه يحاول يأذي اختها او يلغي الاتفاق اللي بينهم. وبعد فتره
بيبدأ مهرجان السامبا بحضور كل رجال المافيا، وبتتفاجئ ميرنا بحضور سوزانا اللي بتتجاهلها، وبتروح تتكلم مع جاليجو وبتطالبه ان المجلس يتدخل ويحقق العدالة لان بروفيتا اتخلص من زوجها ونقض اتفاق الهدنة. فبتتدخل ليلي وبتفكرها ان زوجها هو اللي نقض الاتفاق وعمل تفجير في جنازة والدها، لكن سوزانا بتتعصب وبتقول انا مش بكلمك انتي. ولما بيزيد بينهم الخلاف بيتدخل جاليجو وبيحاول يهديهم وبيفهمهم ان المكان ده مش مناسب للكلام. فبتبعت ليدر رسالة لبروفيتا وبتعرفه ان سوزانا جاية عشان توقعه وبتطلب منه يبدأ يتحرك. وبعدها بيقرر بروفيتا يجمع أفراد عيلة جيرا والناس اللي بيديروا المواقع بتاعتهم عشان يثبت للمجلس انهم بيساندوه. وبالصدفة بيلاحظ زافيير وجود نيليو في الحفلة وبيبدأ يربط الأحداث ببعض، وبيكتشف انه بروفيتا هو ابن ليلي، فبيقرر يواجهها وبيهددها انه هيقول الحقيقة لجاليجو. وبيبقى متخيل ان بروفيتا رجع بعد 30 سنة عشان ينضم للمجلس وينتقم من اخوه، بس ليلي بتتحداه وبتفهمه انه جاليجو لو عرف الحقيقة هيفقد ثقته فيه هو لانه كدب عليه طول حياته، وفهمه انه اتخلص من ولد ابوه، وبتنصحه يفكر بعقله ويرجع للاحتفال. فبيأكد لها زافيير انه لو فكر بعقله كان هيخلص عليها هي وابنها. وفي يوم تاني بتبدأ حفلة إعلان نتائج مهرجان السامبا، وبيلاحظ سانتياغو غياب عمه زافيير فبيحاول يمشي عشان يروح يطمن عليه، لكن جاليجو بيمنعه لأنه هيبقى رئيس مدرسة السامبا اللي بتملكها عائلته وما ينفعش يسيب الحفلة. وفي الوقت ده بتوصل ميرنا فبيبلغ واحد من أعضاء المجلس بخبر موافقتهم على انضمام زوجها، وبتقرر تتصل ببروفيتا وبتهنيه لان المجلس في الاجتماع الجاي هيوافقوا على انضمام. وفي الوقت ده بيقرر بروفيتا يخطف سوزانا وبيهددها لانها خانت مراته، وبيفكرها انها في كل مره كانت بتتامر ضده كان بيسبقها، وبيخلص على اي حد بيحاول يوقعه، وبيقول انا ممكن اخلص عليك بس اسمح لك تختفي وتسافري من البلد وما تظهريش مره تانية. وبيفهمها انه عشان خاطر مراته هيبعت لها مصروف كل شهر، ولو حاولت تظهر تاني هيخلص عليها. وعلى الناحيه التانية بيقرر اكزافيير ينهي حياته بسبب الحاله النفسيه اللي بيعيشها بعد عمليه تكميم المعده، وبيسيب رساله لجاليجو بيعرفوا فيها الحقيقه كلها. ولما بيوصل خبر وفاه اكزافيير بتتصل ليلي ببروفيتا وبتطلب منه يوصل الفندق قبل جاليجو لان اكزافيير اكتشف الحقيقه وممكن يبقى ساب رساله او تسجيل لاخوه. وبيوصل بروفيتا للفندق وبيقدر ياخد الرساله ويخرج قبل وصول جاليجو بلحظات، وبيقرا بروفيتا الرساله وبيتصدم لما بيعرف انه ابن ليلي. ولما بتكلمه ليلي وبتساله لو لقى رساله او تسجيل في غرفه اكزافيير بيقول انا ما لقيتش حاجه، وبيقرر يخبي الحقيقه اللي هي خبتها عنه لسنين. وبعدها بتكتشف ميرنا ان سوزانا هربت من غير ما تودعها حتى، وبتبقى متضايقه لانها ما بقاش عندها عيله. فبيفهمها بروفيتا ان العيله سجن، وبيوعدها انه لما ينضم للمجلس هيكون معاها اقوى عيله فري. وبيروح بروفيتا عشان يحضر اجتماع المجلس وبيرحب بكل الاعضاء وبيسلم عليه جاليجو بحفاوه وبياكد له ان المجلس كان ينقصه واحد في ذكائه وطموحه. وبيظهر انه بروفيتا مش هيقدر ينسى ان جاليجو هو اللي كان السبب في حرمانه من والده وانه يقضي حياته كلها طفل منبوذ وملوش اصل، لكنه بيقرر يجاري عائلات المافيا بعد ما قدر يبقى كبير اقوى عيله بينهم.